دي اكتر بلد عليها خلاف من الناس، ومستحيل تلاقي اتنين بس متفقين عليها. يا هتلاقي ناس بتحبها وبتزورها كتير، يا هتلاقي ناس مش ناوية تزورها تاني للأبد. فخلينا احكي لكم ببساطة تجربتي. وصلت على تركيا وتحديدا اسطنبول، نزلت في منطقة الفاتح، وللأمانة أنا ما كانش عندي أي خطة ليها، لأني كنت ناوي أكتشف كل مكان بنفسي. حتى ما كلمتش أي حد من صحابي عشان محدش يأثر على رأيي. بدأت رحلتي هناك بالفطار التركي، واللي جربته كتير قبل كده في ألمانيا، بس طعمه في بلده كان أجمل بكتير. لفيت في شارع الاستقلال وركبت أشهر ترام هناك، ورحت ساحة تقسيم، وزرت أغلب المساجد هناك، من الجامع الأزرق لآيا صوفيا لمسجد أورتوكوي على البوسفور اللي المنظر من عنده كان يرد الروح. جربت في رحلتي هناك مطاعم ومحلات مشهورة كتير، وفي نفس الوقت خدت لفة على المطاعم الشعبية. ولا أخفيكم سرا، كان نفسي من زمان اخد المركب اللي بتعدي في البوسفور، وقررت احقق الحلم ده. هناك شفت واحد من اجمل الغروب اللي شفته، سواء من المركب او لما وصلنا للبر التاني. اسبوع كامل قضيته في اسطنبول، جربت فيه حاجات كتير كنت بشوفها بعيني مش بعيون حد، مواقف كتير حصلت حلوة من الناس معايا. وده اللي خلاني اقول لنفسي في المطار وانا ماشي وسايبها، ان الحياة أذواق وتجارب، واللي يعجبك مش لازم يعجب غيرك. فسافر وجرب بنفسك وعيش تجربتك بعيونك انت، وبعدين احكم. ولو انت رحت اسطنبول قول لي انت مع اي فريق فيهم.